دي شوكولاته بلجيكي انواع عاليه شويه واسعارها بتبقى غاليه عشان نوع الشوكولاته ده اصلا غالي. دي صفحه اونلاين في بورسعيد بتعملها باشكال حلوه. على كلامهم ان هم بيستخدموا شوكولاته كاليبوت بلجيكي وده نوع غالي، اعتقد الكيلو منه بيعدي ال 1000 جنيه. اول حاجه بار شوكولاته دبي، الفيلنج كنافه وصوص بيستاشيو. كميه الشوكولاته كتير، الحشو مش كتير قوي ودي حاجه كويسه. نوع صوص البيستاشيو مش اقوى حاجه وهم قالوا ان هم هيغيروه لما كلمتهم. الشوكولاته طعمها حلو قوي، كواليتي عاليه. الشوكولاته دي من غير زيوت مهدرجه او اي اضافات. ودي شوكولاته بابلز، اول واحده دارك بعين الجمل، اللي بيحب الشوكولاته الدارك هتعجبه قوي. ودي شوكولاته بالرمان طعمها حلو قوي، اضافه الرمان تحفه. وبعد كده في شوكولاته وايت بالكاجو. ودي روبي باللوز، وده اسم النوع ده من الشوكولاته، اسمها روبي وهي لونها كده طبيعي بدون اضافه الوان او اي فواكه. واخر واحده بالبندق، وكلهم كانوا حلوين جدا. اما ده بوكس 12 قطعه فيهم 4 انواع مختلفه. الابيض دي شوكولاته محشيه وفر بالبندق، والاحمر دول اول واحده فيهم محشيه فراوله والتانيه مانجا، واخر واحده محشيه توت ازرق. الحشو بتاعهم حاجه كده عامله زي بيوريه الفاكهه، كلهم طعمهم ممتاز. اسعار عاليه زي ما قلنا بالمقارنه بالشوكولاته التجاريه اللي بتبقى موجوده في السوبر ماركت، بس دي شوكولاته طبيعي وكواليتي عاليه. اغلب براندات الشوكولاته الغاليه حتى ان ما كانش كلها هتلاقيهم بيستخدموا زيوت نباتيه في الشوكولاته بتاعتهم، زي النوتيلا مثلا الشوكولاته بتاعتهم غرقانه زيت نخيل. ده شغل نظيف وباكجنج ممتاز. هسيب كمان صفحتهم في التعليقات. سلام.